السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت معكم هذا الشاحن، طبعا شاحن قديم سوق أربعاء. هناك سوق الجمعة وهناك سوق الأربعاء. أنا شريته بهذا ب20,000. شاحن مجمول، وهذه باور بانك ثاني قديمة مستعملة، أشياء مستعملة، نشتري في أشياء مستعملة. ما مسيت الكهرباء، نصيحة كنتو تستعملوا في الكهرباء الأشياء الإلكترونية موصولة في الكهرباء لازم يكون معكم واحد كبير، هكذا لا يعمل. أنا ماني شايف المشكل وراه، الشاحن أو من هذه ومن هذه بسيطة جدا. هكذا النحو. طبعا أنا فتحت الشاحن من قبل إنه باش ما يستهلكش الفيديو ياسر، خلهم على جنب. نزيد هذا نحطه من تحت. هذا أول شي راح نفك الشاحن. نصيحة أي شاحن كان في الكهرباء ما تمسوش بيدك، لأنه عليه إنه كان تمسو بيدك اش راح يصرى؟ هذا المكثفات راهم فيهم شحنات كهربائية. شوف كيما هكا، شفتوا قدامكم. لو كانت جات يدك بين الموجب والسالب طلعتك، أي إنها 400 فولت كانت في 220 وهي طبعا تكثف الكهرباء. يعني لازم يكون شخص ما كبير، الكهرباء ما يلعبش معها أي إنسان صغير أم كبير. لا علينا بعد ما فرغت الشحنة ننزع الغطاء ونشوف. كما راكم تلاحظوا طبعا راح توكس والله منظف والله أي منظف، المهم ما يكونش فيه الماء فقط. ديروا المستحسن برودوي هذاك المنظف أو فليتوكس. ثاني الفليتوكس مش أي فليتوكس برك، فليتوكس راه فيها المكونات تاع التركيب تلقاها لازم ما يكونش فيها الماء. كاين فليتوكس فيها الماء، فهمتوا؟ دير فليتوكس فيه الماء باش تماصي مع بعضها. المهم لازم تقراو مليح، اي شيء لازم ما يكونش فيها الماء، لان راح تركب تريسيتي. كما راكم تشوفوا هنايا ما كاين حتى حاجه. استعملوا مكبره هذه باش تشوفوا الكومبوز الصغار هذوك ولا تاع الشاحن هذا المخرج. تشوفوا انا عاودت لحمتهم هنا، كما راكم تشوفوا هنا راني لحمتهم، عاودت لحمتهم. هادو هام عراض بزاف، درت لهم الليتة بزاف. كنتو تستعملوا في الليتة نصيحة ما تستنشقوش الهواء تاعها، لانه انايا من كثرة ما نستنشق الدخان تاع الليتة هذا تاع القصدير والله الرزينة، دخان الرزينة او هذا تاع الفلاكس هذا راح ينتج عنه مخاطر على الرئتين. انا عندي حساسية، صارت لي حساسية من هذا ما وراء الدواء. ولكن انا عندي مدة 7 سنوات وانا نتعامل مع هذه الاشياء، ان انا نتجنب انه ما نستنشقهاش بصح، ولكن نستنشق شيء قليل صح. مستحسن انك ما تستنشقش الهواء تاع الليتة ولا الرزينة ولا الفلاكس، لانهم ما مش مليح على الرية صح. هنا نعطيكم نصائح. اي شاحن لا يشحن روح افتحه وشوف، دير احتياطات السلامة، تفريغ شوية المكثفات الكبار، وشوف بعينك برك. هذو مكثفات تنعيم المخرج 5 فولت، هذا فيوز، وايضا هذا الجسر، هذه مكثفات تاع 400 فولت، هذه مقاومة
فيزيبل ما بين الفوتوكابلر والمدخل تاع 220. هذه قنطرة التوحيد. هذا اي سي المذبذب تاع القنطرة، يخرج بعد القنطرة ومتصل مع المكونات مكثفات أشياء. هذا الاي سي الفاست أو متصل مع المخرج. أشياء فقط النظر وتعرف كلش، تتعلم من النظر والتجارب أيضا. الإنسان يكون ما يخطأش ما يتعلمش، بصح ما تتعلمش في أخطاء، ما فيهاش اللعب تاع تريسيتي. لازم تستعملها هكذا بدون مش مركب تريسيتي وراك تخدم فيها طلعتك تريسيتي صح. نروحو للشواحن. طبعا هذا فيه ديفون، مش عارف انا ديفون هنا في صح. كاين الشواحن كاين انواع. جاني واحد زميلي شرا هاتف ب4 ملاين، خسر له الهاتف الاصلي، الشاحن الاصلي. راح شرا شاحن ب10,000 فراك تاع صح. راح نعطيكم نصيحة. كاين بعض الاشخاص يخطئوا في الشواحن، يقول لك هذا شاحن رقيق اصلي وهذا شاحن عريض. طبعا انا شاريه من السوق وهذا شاحن تاع 10,000 فراك، وهذا راني شريته مع الشاحن تاعو من اليوم سوق الأربعاء أو سوق الجمعة. أي إنسان كيفاش يراي، كل بلد والسوق تاع الخردة. هذا يقول لي أنا الشاحن العريض راه مش أصلي، والشاحن الرقيق راه أصلي. نقولوا لا، خطأ، أنت على خطأ. هام شاحن عريض وهذا شاحن عريض، هكذا بمجرد النظر راح تقول انهم هذو مزيفين غير اصليين، ونروح نشتري واحد رقيق اصلي. راك غلط اذا كنت تخمم بهذه التخمام، راك غلط. راح نقول لك كاين شواحن كيما هذا احنا فتحوه قدامك، طبعا فيها المادة اللصقة، استغرقت وقت طويل باش نفتح هذا. حنقول لك خطأ، انت على خطأ. هذا السلك الفضي وهذا ما مقصيته منه، نعاود نزيد نقصو باش تعرفوا مليح انه شوف انا كيف ما فيش قاع السلك الفضي، اما هذا فيه السلك الفضي. دوك نفتحو منه. كما ترى هذه 4 أسلاك، وهذا السلك الفضي على الجدار الشاحن. هذا هو المسؤول ما بين الشاحن والهاتف الأرضي. هذا الأرضي نتاع الهاتف بإكمله، من الهاتف للكابل نقل الشاحن لنقل الكهرباء من الشاحن في حد ذاته. هذا هو المسؤول عليه، هذا هو اللي يحميلك الهاتف من الاحتراق. إذا صرا مشكل في الهاتف، ماس بين قوسين دار قصر ما بين المسارات تاع الهاتف، راح ينقل هناك
مقاومات وفيوز وإلكترونيات من الهاتف، ينقل بيانات عبر هذا كهرباء شحنة صغيرة، يخبر الشاحن بأنه راه صرا تسريب. وشكون المسؤولة عن هذا التسريب؟ هذه فيوز المتصلة في الأرضي، هذه راها متصلة الآن في الأرضي مع الهيكل. هاي هنا موجودة أيضا، ها متصلة مع الأرضي. ها هذه كيف تعرف تميز بيناتهم؟ تجد فيها أرقام وكذا، عندها مدة وحنا فولت معين تحرق لأنه هذه، فهمتوا؟ دوكا هنايا كي يصرى أي ماس راح يتصل بجدار ال USB، وهذا الجدار متصل مع الفيوز نتاع في القنطرة، هذه قنطرة التوحيد. واش راح يصرى؟ تقطع، تحرق القنطرة وتحرق الفيوز، باش تقول بأنه راه الهاتف صرالو تسريب. لازم تقطع الشاحن، لازم توقف الشاحن، عملية الشحن. هكذا تحمي الإنسان من انفجار الهاتف والمنزل، طبعا نشب حريق وإلى غير ذلك. نصيحة، يحبس لك أي شاحن لازم تروح تستيه، ما تقولش إنه هذا شاحن عريض راه أشين وهذا شاحن رقيق راه أصلي. لا، هذا شاحن عريض ولكن أصلي فقط. الفرق ما بين الشاحن المزيف والأصلي هو السلك الأرضي. هذا الأصلي يوجد فيه السلك الأرضي المتصل مع الجدار، وهذا لا يوجد. هناك فقط أسلاك، لا يوجد الأرضي. كيفاش أنا كي تشحن بشاحن تاع 10,000 فراك، كيفاش راح تحمي المنزل تاعك والهاتف تاعك؟ هاتف ب4 ملاين تروح تشري له شاحن ب10,000 فراك. انت راك تلعب بالمنزل تاعك وتلعب بروحك وتلعب بالاشخاص بزاف. لانه علاه؟ لانه متصلين، هذا تاع الشاحن وهذا تاع الاي اس بي متصلين. هناك أربعة، هذا موجب وسالب، والداتا لمعرفة أنه هذا راه شاحن. الوساطة، هذا المسارات الوساطة كما راكم تشوفوا هنا، هذا الوساطة، هذا وهذا مسؤولون عن تعريف راه متصل بالشاحن ولا متصل بالتلفاز، أو ما يسموهم الداتا، نقل البيانات. وهذا بس ولكن مش نقل بيانات، هذا باش تعرف منه التليفون نعمل راه يتصل. هناك منظومة خاصة في الهاتف يتعرف عليها أين هو متصل مع الهاتف أو الشاحن أو إلى غير ذلك. طبعا راح نبسط لكم كما راكم تشوفون. هذا شاحن ثاني أيضا قديم، راح فاهم فيه هذا تاع الأرضيين متصلين مع الفيوز. هذه سبب احتراق هذا الشاحن فيوز، حرقت له، صرالو ماس حرق له. هاي وراه المكان تاع الفيوز تاع القنطرة. راكم تشوفون هنا آثار الحرق، أنها تعرض للاحتراق. ولكن أنا يا شريته بصح نحمله بياس برك. هذا لك راح نروحو للشرح كما راكم تشوفوا هنا. نفتحو قدامكم 4 أسلاك: أسود، أخضر، أبيض، أحمر. والأرضي هو سلك الفضي. راح نغيرو المسار هذا ربما. نغيرو المسارات.
ترجع الشاحن بلاصتو، ونحرص على الأرض هذا متصل دائما مع الجدار الياسبي. هكذا. طبعا نزيرو برك. خلاص كملنا، انتهينا. راح نسيو ايضا هذو القرون هذو او المثبتات لازم على الدورية ترجعهم، فهمت، باش الشاحن ما يكونش يتحرك. نسييهم. هاك تشوفوا نفس الشاحن اللي قبيل كان ما يشحنش، ونشوفوا هو عادة للشحن. هاو مراكب. شوفوا هذا أول مرة. أظن أن البيانات نتاع الداتا هذا لم تستجب. نعم لم تستجب. ما نغير الشاحن. هذا الشاحن، هذا شاحن أصلي للهاتف خاص بي يشحن. باور بانك يعمل، كذلك الشاحن يعمل. أما الخطأ موجود هنا في المشكل ظاهرة في الكابل. ربما هناك التواء أو نحضر فرشاة ونشوف. أيضا نقوم بتنظيف هذا المكان. أظن أن الشاحن لا يعمل بالكامل، أو قطع أو التواء. ولكن الشيء الذي حيرني كي نركبو هنا في التاعو الأصلي، ربما هذا الديفو كما هنا العطب الذي قاموا ببيعه الشاحن بأكمله، ولكن هو أصلي، هذا الشاحن أصلي. ما علينا، نجرب هذا هنايا، نركبو هنا راح تعمل. كيما تركبو هنايا ما يعملش، لا يعمل. لا تعمل. ولكن راح نحو هذا، نجيب الشاحن الأسود الأصلي. ها هو نفس المكان ونفسه، راح نركبوه. راح تشحن. تشحن لأنه نفس الكابل الأسود في نفس الشاحن. مع هذا نفس الشاحن. يعمل في كلا أنا هذا الدليل أنه الشاحن هذا يعمل جدا. وهنا أيضا يعمل. هنا هذا شاحن أصلي. فقط لأن هذه ليست مثل الشواحن العادية، ليست مثل هذه، لأنه أصلي. هذا ليس جزائري، هذا من الهند، وهذا من الصين أو اليابان، أو بها كيروس تريبلات طول مد. هاي تشحن.
كيرص بزاف برك باش تلحق الكهرباء فقط. لا علينا. معناتها مع هذا الكابل الأصلي هو رقيق، هذا أصلي، دليل أنه أصلي. ولكن النصيحة مش هذا أصلي، ما تقولش هذا خشين أصلي مش أصلي والرقيق أصلي، هذا خطأ. لا علينا. كي نركب معنا هذه تشحن تعمل، هذه الشاحن الذي شريته اليوم ب20,000 مع الكابل. المشكل كان في الكابل، هذا كان في الكابل. ولكن الشيء الذي حيرني حينما قمت بتركيبه مع هذا الشاحن الأسود، وراح نح الشاحن هذا الأسود، الكابل الأسود نحو ونركب هذا نفس الشاحن يعمل. دليل أنه الشاحن لا بأس به. هذا الشاحن اللي فككناه وشفناه قبيل، درنا فيديو على جبل هذا، فهمت؟ معناها الشاحن يتبع الكابل الخاص به، يعني ما تجيب شاحن من دولة وشاحن كابل من نوعية من ماركة أخرى وشاحن ماركة أخرى. مثال شاحن سامسونج ولا كابل 20 من تاع حكاية 10,000 هكذا، ما لا يتعقل، مش راح ما يليقوش مع بعضها. راح نشرح الأرضي والشاحن بأكمله، وشرح لخص لكم الموضوع في حد ذاته بأكمله. هذا عنده 4 مسارات، وهذا الجدار الهيكل أيضا 1 2 3 4، والهيكل هذا كونكتور، والشاحن هذا رأس الذي يركب في قاعدة الهاتف. وش فيه 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4، والهيكل هذا هي قاعدة الهاتف، وهذا كابل، هذا أيضا USB. يعني USB. وهذا قاعدة الشاحن، هذه هي هذه، وهذه باش نشرح لكم مليح. هذه هي هذه، وهذه هي هذه. وشرح هنايا هو الجدار هو الأرضي كما علمتكم سابقا، الجدار هو الأرضي. أي منزل هاتف أي شيء هناك أرضي وهناك سالب، ليس السالب هو نفسه الأرضي، هذا خطأ. الهاتف حينما يرى مشكل ماس يصرى دارة مستخسرة في الهاتف راح يعلم طبعا إذا كان الكابل الخاص بك أصلي موجود فيه سلك الفضي، فهمتم؟ السلك الفضي المتصل مع الهيكل، 4 ألوان مثل هذا، هكذا 4 ألوان، والسلك الفضي متصل مع الجدار. هذا السلك الفضي متصل ما بين الشاحن والاي اس بي تاع الكابل، ورأس الذي يدخل في الهاتف. هاتف رأس الكابل وهذه تاع الكابل. إذا كان الكابل تاع 10,000 فراك غير تاع سقادي، من هو المسؤول عن بأن
أن يعلم الشاحن بأنه تعرض إلى ضرر مستقصرة على مستوى الهاتف. من هذا؟ الأرضي. هناك منظومة خاصة في الهاتف تقوم بإبلاغ الشاحن، والشاحن حينما يستقبل كهرباء معينة في المسار الأرضي ماذا يحدث؟ راح تحرق الفيوزة تاع الأرضية، وراح يحترق جزء اسمه الفوتوكابلر. فهمت؟ هكذا باش يحمل الإنسان ويحمي المنزل من الاحتراق أو اشتعال، ويحمي لك الهاتف تاعك. هاتف 4 ملايين تجيبلوش هاتف تاع ما تجيبلوش كابل 10,000 راك. طبعا هكذا راك شغل طيشت الهاتف تاعك في الماء وخلاص. معناها يكون يسرجي والله تنشب حريق في المنزل لا قدر الله على سبب تافه. كابل ب10,000 راك يحرق لك الهاتف، الله يحرق لك. يسخن أيضا ثاني، يعود بطيء في الشحن. وأيضا مع السخونة هذيك تاع الشاحن بيه غير أصلي، الكابل غير أصلي، الشاحن راح يسخن بزاف والهاتف راح يسخن بزاف. شغل الشحنات هذيك ما يلقاش كيفاش ما يصرى أي شيء في الهاتف، والله احتراق والله ما يعلمش الشاحن بأنه راه صرا ماصف على مستوى الهاتف. معناها نصيحة، أخطوكم من حكاية 10,000 راك، الكابل تاع 10,000 راك. ونصيحة الأخرى إنه ما تقولش الكابل خشين راه دوريجين. الشين التقليدي قلت لك أنا، شين مقلد مزيف. والشحن الرقيق هو الأصلي. أنت على خطأ، أنت على خطأ. إذا كنت تعتبر أن الشاحن الرقيق هو الأصلي هذا صح، وإذا كان تعتبر أن الشاحن الأصلي هو العريض راح نقول لك خطأ، أنت على خطأ. لأنه كاين شاحن، هذا 3 أنواع. هذا النوع هذا مزيف لأنه لا يوجد فيه أرضي، وهذا خشين كما هذا الأول ولكن أصلي. علاه؟ هو موجود فيه السلك الفضي المتصل مع الجدار، وهذا أيضا بلا ما نفتحه لأنه رقيق طبعا يوجد فيه الجدار لأنه سريع. هذا الشاحن تاع الهاتف تاعي، هذا تاع الهاتف تاعي ريدمي وراه، معناها مش كيما تاونا فيه من هذا. أيضا هذا مش تاعنا كامل، هذا صيني ولا لا أعلم، هناك كلمات صينية. المهم النصيحة يجب عليكم مراعاتها. أيضا اكتشفت بأنه هذه اللي شريتها اليوم 30,000 تعمل، أنها تمشي وتعمل فقط بفليتوكس. فليتوكس والفرشات ننظفها من داخل في القطعة الكارتمار تاع هذه ونعمل بها. وإلى اللقاء فيديو إن شاء الله. أي معلومة جديدة راح نقولها لكم، أي حاجة راح نجربها أنايا أنا كمخترع راح نفيدكم بها. ونصيحة الأخرى أنكم ما تستنقشوش، ما تشموش الدخان تاع الليتا أو القصدير أو الفلاكس أو الرزينة، إنها مضرة للرئتين، خاصة الرئتين. المشكلة أنها في الاستنشاق لازم تكون لك ريشة كبيرة ولا تشفط الدخان. أنا متجنب الاستنشاق، ولكن تدهورت حالتي. راني اشتريت دواء اللي هي تاع من الرئتين، إن شاء الله دوني نشفى برك منها.
غير سؤال جاف برك. وإلى اللقاء، فيديو قادم إن شاء الله. كنت نديكم حاجة معلومة جديدة والله. أنا برك درت هذا الفيديو من أجل باش نتفرقوا ما بين الأصلي والمزيف الشواحن. وأيضا ثاني تجربة إنه تشتري شاحن ب20,000 تجد يعمل أصلي. هذا أصلي ب20,000، شريته من سوق الجمعة مستعمل. أيضا هذه شريتها ثاني معها، بصح ما ترى إنها مستعملة قديمة شوية، قديمة هاي قديمة، لازم نمسحها نعقمها مليح. وإلى اللقاء. أيضا هلا راح ندير لكم فيديو واحد آخر على هذا مودام تاع جيزي. حرقت لي ليه الاي سي الشحن تاع لي هنا، هذا تاع الشاحن هذا حولته بشحن آخر. معناها درت ديود قاطعة باتري كبيرة دوبل تاع الباتري. ايضا هذه البياسة تاع المدخل تاع الشاحن مش كيما هو كامل، مش كيما اللي وراه الشاحن تاعو كامل. وراه الشاحن تاع هذا. بربي ان شاء الله ندير لكم فيديو واحد اخر عليه، راح نوري لكم مكان الاي سي نتاع هذا، اي سي الباور والاي سي تاع المسؤول على الشحن والتشعال. فهمتوا؟ انه ما محوست اليوتيوب ما لقيتش وراه الاي سي نتاع الشحن والاي سي نتاع الباور، لان من الصدمه انه لقيتهم معالج واحد، اي سي واحد، معالج واحد. معناها بياسه واحده فيها بياسه واحده كيما هاك، اي سي فيه مسارات عديده، نصفها للشحن والنصف الاخر للتشعال كما نقول هنا للباور. كي ترص هكذا أو يعمل هذا. فهمتوا؟ بربي إن شاء الله ندير لكم فيديو عليه نوريكم وراهم. كاين أشياء بزاف حوايج ما نروح نبحث عليها في اليوتيوب ما نلقاهاش، أنا هذيك اللي ما نلقاهمش ننشرهم. أيضا راح نوريكم واحد الطريقة إنه الكاوية دير معاكم مدة طويلة. فهمتوا؟ الكاوية دركا على التناوب، معناها تروح تريسيتي وترجع، تروح وتجي ثم تحرق الكاوية لأنها مزودة وبعد السلك حراري كي يتعرض ثم هذا هو السلك الحراري. أنا عندي بزاف كاويات من قبل ما نكتشف واحد الاكتشاف صغير برك، هي برك تعديل الكاوية اللحام. ما عندي هذا قادر من هذا نخدم لكم مش من نهار ثاني كاوية منزلي ب5 فولت. شكون عندي بزاف حوايج. وما تنسوش حاجة مهمة، كتعودوا تتعاملوا مع الإلكترونيك تريسيتي وخاصة الكهرباء لا تستهانوا بها. أيضا كتنحوا أي شاحن لازم تفرقوا الشحنات، دير قفازات أو هذا المبتدئ. أما أنا عندي 7 سنوات وأنا نتعامل بهذا الأشياء. أيضا حتى نتعامل مع الراعي الغنم. هاد المرة ثاني كنت نخدم فيه هذا الراعي الغنم. طبعا هذا راعي الغنم نخدم فيهم، نصلحهم. أنا لست الخبير الأول ولكن أقوم بتصليحات عليه. شوف الشحنة نتاعو كبيرة، هذا لا يستهان به. حينما أقوم بالعمل عليه أحذر 100% جيدا لحالات الحماية القصوى، لأنه حينما تقوم بالتشغيل راح تسمعون طقطقة. سأقوم بهذا فقط، لا تقوم بلمسه نهائيا. أن الضربة قوية جدا. فهمتم؟ ضربة شفتوا هذا قوي جدا. هذا راعي الغنم تاع السراح بين قوسين.
تاني مخدوم باشياء بسيطة، والله ما كنت نفتح عندي فيديو خطا ندير لكم المكونات نتاوعو. سهل جدا جدا جدا، ما تسحق حتى حاجة اخرى. كل شيء عبارة عن شاحن فقط. اشياء نتاعو الداخلانيين كان اجزاؤه مصنوعة من مكثف كبير. كون جات عندي شاحن اخر ثاني، يكون جا عندي نوريكم الاجزاء نتاوعو. ايضا فيه ترانزستور، فيه ديود زينر 2، واحد مفتاح، واحد متحكم شغل البوابة. ايضا فيه مكثفات من العملاقة تاع 400 فولت، هذو كل تاع دي تيغو، خاصة تجدوهم في محركات المياه، مضخات المياه، هنا موتور الماء. ايضا هناك ثاني المخرج. المخرج هو عبارة عن سلك نحاسي عريض ملتف حول قطعة وهنا نقولوا قطعة اسطوانة من برا، منبر سلك عريض نحاسي، ومن وسط فيه ثاني سلك رقيق باش يعطي الصاقة بزاف. هناك منها ثاني نديكم على الصراح الكهربائي كيف مين يتكون. هذا يقدر يبيعوا فيه بزوج ملاين، 1500، 4 ملاين، كل واحد وكيفاه. ايضا ثاني منظومة الشحن الخاصة به. الشاحن تاعو هو عبارة عن هذا فقط، هذا شاحن. هذا الشاحن تاع الصراح الغنم. وش راح نقول لكم، هذه هي من الحاجة من الاختراع. هي مليحة بس ما مش مليحة للخرفان، يعني الخرفان الصغار الصاقة نتاعو كبيرة. معناها قمت بتخفيض الصاقة نتاعو باش يوالف، باش هاد المرة جيت عاقب وما فقتش بيه وخبطني. حسيت الارض دارت بيا من قوة الضربة. والله ما ننسى هذيك الضربة اللي من ضربني الراعي الكهربائي الغنم. من ضربني ذيك الضربة نشعني، كنت يا اخي نشعني. لأنه يركب جزء فيه في الأرض وجزء الآخر في السلك. هنا شغل كلاصو داير، واحد في الأرض وواحد في هذا مك. إلى اللقاء. تنساوش برك انشروا الفيديوهات لي في القناة تاعي، انشروها بزاف. انا مش راح نحط لك قيود ولا ما تنشر، انشر برك الفكرة مهم تتنشر.